غرفة 207 لعب عيال. الحلقة بتبدأ بأحداث حصلت في الماضي لطفل بيقع من شباك بيته وأمه بتصرخ باسمه. الطفل اسمه جمال، طبعا واضح إن هو نفسه جمال الصواف. بعد كده بنرجع للفندق تاني، بنشوف جمال وهو مشمر دراعه وشايل صندوق هو ومصطفى للست عبير اللي بتشتغل في المطبخ. جمال بيظهر في دراعه علامة جرح قديم، ولما عبير ومصطفى بيسألوه إيه اللي سبب لك الجرح ده، جمال بيحاول يتهرب من الإجابة وبيمشي وبيسيبهم. وبيرجع جمال مرة تانية للماضي بتاعه وهو في المستشفى، والدكتور بيقول لأبوه وأمه إنه انكتب له عمر جديد، والأم بترد عليه بتقول له أنا ياما قلت له يا دكتور إنه ما يقراش وهو قاعد على الشباك لأنه بيروح في النوم، وعشان كده هو وقع من الشباك من غير ما يدرى. الأب بيبص بغضب غير مفهوم لجمال، وبنرجع مرة تانية لجمال وهو بيفتكر الأحداث دي وهو بيعيط. وفجأة بتظهر له دكتورة شيرين، أو بالأصح الكيان الغامض اللي بيظهر له دايما وبيقول له في اليوم ده انت ايه اللي وجعك أكتر، دراعك المكسور ولا بصة أبوك ليك؟ وكأنها بتقرأ أفكاره. وبيختفي الكيان الغامض ده كعادته، بيظهر فجأة ويختفي فجأة. جمال بيرجع لشغله في الفندق، وبتيجي عيلة اسمها عيلة رأفت، مراته اسمها ماجدة، أخت مراته اسمها فاطمة، وعنده ولد وبنت، الولد اسمه أكمل والبنت اسمها إيمان. عايزين يحجزوا أوضتين في الفندق. طبعا الأوضتين اللي كانوا فاضيين منهم أوضة 207. جمال بيتجاهل إن أوضة 207 فاضية وبيعرض عليهم أوضة فاضية، لكن هما بيطلبوا أوضة تانية لأن هما ما ينفعش إن هما يعيشوا كلهم في أوضة واحدة لأن عددهم كبير. وبيقولوا ان في مفتاح تاني اهو ظاهر اجر لنا كمان الاوضه دي. فبيضطر جمال ان هو ياجر لهم الاوضه 205 و207 بعد ما يحاول ان هو يصرف تفكيرهم على قد ما يقدر عن اوضه 207 ويقول لهم ان فيها اعمال صيانه. لكن رأفت بيقول له مش مشكله، اهم حاجه ان هي فيها سراير هننام فيها ونرتاح فيها، مش مشكله حتى لو فيها مشاكل صيانه. الاب ومراته وابنه بيقعدوا في اوضه 205، والأوضة 207 بتكون من نصيب خالة الأولاد والبنت الصغيرة. فاطمة خالة الأولاد بتبص في المراية، وبنلاحظ إن في كرة زرقاء موجودة على السرير، لكن الكرة دي بتكون ظاهرة في انعكاس السرير في المراية بس، ما بتكونش ظاهرة في الحقيقة. بعد كده بيدور حديث بين جمال وبين الخواجة مايكل لما بيعرف إن أوضة 207 اتأجرت، والخواجة بيحاول يستدرك جمال في الكلام عشان يعرف منه إذا كان سمع أي حاجة دي عن الأوضة ولا لأ. فجمال بيقول للخواجة حاجة زي إيه؟ الخواجة بيقول لجمال إن في شائعات كتيرة بتطلع على الأوضة دي. فجمال بيقول له طب ليه يا خواجة ما تقفلش الأوضة؟ فالخواجة بيقول له لو قفلنا الأوضة يبقى معنى كده إن الشائعات دي حقيقية، وده هيتسبب في إن الفندق كله ممكن يتقفل، عشان كده لازم الأوضة دي تفضل مفتوحة. وكمان وصاه إنه محدش يتكلم عن الأوضة دي أبدا لأي حد. بنشوف بعد كده أكمل بيلعب بالكورة في الطرقة اللي فيها الأوضة 205 و207، وفجأة بتظهر قدامه كرة زرقاء، وبيظهر طفل تاني فبيطلب منه إن هو يلعب معاه الكورة، وبيفضلوا يلعبوا مع بعض. بعدها بشوية بيجي تليفون لجمال من حد من اللي نازلين في الفندق، بيشتكي له إن في أطفال بيلعبوا في الطرقة وإن ده مسبب لهم إزعاج كبير. جمال بيعتذر له وبيطلع علشان يشوف المشكلة إيه. جمال لما طلع شاف طفل غريب بيلعب الكورة مع أكمل، ولما سأله أنت مين مردش عليه وطلع يجري منه، ولما جمال جري وراه الطفل اختفى فجأة. رجع بعد كده جمال يسأل أكمل مين اللي أنت كنت بتلعب معاه ده يا أكمل، لكن أكمل مردش عليه. بعد كده بيجي رأفت بيزعق في ابنه وبياخده على الأوضة، وجمال في حالة ذهول من اللي شافه وعينه على المكان اللي اختفى فيه الطفل الغامض. جمال بعد كده رجع أوضته علشان يرتاح. بعد كده بنشوف رأفت بيقول لأكمل روح قول لخالتك وإيمان إن احنا هنخرج دلوقتي. ولما راح أكمل يقول لخالته
إن هم خارجين رفضت إنها تخرج وتحججت إن هي عايزة تنام، وأكمل كمان اتحجج إن هو تعبان، واستنى لما باباه ومامته خرجوا وحاول يتسلل من البلكونة لأوضة خالته علشان كان عاوز يعمل فيها مقلب، ومجرد ما بص من بين الشيش أكمل اتسمر في مكانه من اللي شافه. جمال وهو في أوضته فجأة بيسمع صوت طفل صغير بيبكي، ولما بيلتفت وراه بيشوف أكمل قاعد وهو بيعيط وبيترعش، وكان في حالة صدمة ورعب من اللي شافه، وبيقوله إن هو خايف. بعد كده بيقعد معاه هو وعم مينا علشان يعرفوا منه إيه اللي حصل. بدأ أكمل يحكي لعم مينا وجمال على اللي شافه، وقال إن هو لما بص من بين الشيش سمع خالته بتتكلم بصوت مرعب، وكانت مولعة شموع كتيرة جدا في الأوضة، وكانت بتقول كلام مش مفهوم. فجمال بيسأله هي كانت لوحدها؟ فقال له أيوة، هي كانت في الأول لوحدها، بعد كده ظهر وش كبير مرعب كأن خالته كانت بتتكلم معاه. ولما شاف أكمل المنظر ده ما قدرش يتحمل فعيط. والحاجة اللي مش مفهومة إن اللوحة اللي كانت قاعدة فيها ست مديانة ظهرها وبتبص للبحر فجأة اتبدلت بلوحة تانية موجود فيها أكمل وهو قاعد مع عم مينا وجمال بيحكي لهم على اللي حصل، وكأن اللوحة بتنقل أحداث هتحصل وأحداث لسه ما حصلتش. جمال سأل أكمل إيه اللي حصل بعد كده، لكن أكمل قال له إنه مش فاكر أي حاجة. عم مينا بيحاول يوهم أكمل إنه ما شافش أي حاجة وإن تهيأله كل اللي شافه. جمال بياخد أكمل وبيحكي لباباه عن اللي حصل، لكن رأفت بياخد الموضوع في سكة تانية خالص، وهي إن أكمل متأثر بقصص الرعب اللي خالته غريبة الأطوار بتحكيها له عن الجن والعفاريت، وإن الحكايات دي بتتخزن في عقول الأطفال وبتخليهم بعد كده يحكوا قصص خيالية من وحي خيالهم. وجمال بيفهم من رأفت إن فاطمة جوازها اتأخر وإن ده ممكن يكون أثر عليها وعلى عقلها. اللوحة بعد كده لقيناها اتغيرت وبيظهر فيها جمال وهو بيتسلل البلكونة وبيراقب خالة الأولاد. بنرجع مرة تانية لأحداث الماضي وبنشوف جمال قاعدة مع مامته بتلومه على اللي عمله وبتقوله إن باباك زعلان منك وإنك أنت لازم تعتذر له. فجمال بيقول لها يا ماما أنا ما عملتش حاجة، لكن أمه بتطلب منه إن هو يعتذر لأبوه ويقوله إن هو مش هيعمل كده تاني ومش هيقعد يقرأ على الشباك مرة تانية. جمال بيحاول يعتذر لأبوه لكن أبوه بيصرخ فيه بمنتهى القسوة وبيقوله ابعد عن وشي، وكأن أبوه بيكرهه جدا. ماجدة مرات رأفت بتطلب من جمال إن هو يبعت حد يغير الملايات لأن هم خارجين للشط، ولما جمال بيسألها عن رأفت بتقوله إن هو سبقهم للشط. جمال بيفكر في مغامرة مجنونة، بيفكر إن هو يراقب خالة الولاد من ورا الشيش زي ما عمل أكمل بالظبط علشان يتأكد من الكلام اللي أكمل قاله. ولما جمال بيطلع الأوضة 205 وبيخش من البلكونة بيتجنب إن هو يبص للبحر، وبنعرف إن جمال عنده فوبيا من إن هو يبص من أي مكان عالي بسبب الحادثة اللي تعرض لها وهو صغير لما وقع من الشباك. بينط جمال للبلكونة بتاعة 207 وبيبص من بين الشيش وبيشوف حاجة ما كانش يتوقعها أبدا. بيشوف رأفت بيخون مراته مع أختها اللي كالعادة رفضت إن هي تخرج معاهم بحجة إن هي عايزة تنام أو بحجة إن هي تعبانة. بيخرج جمال بسرعة من الأوضة وبيحكي لعم مينا على اللي شافه. عم مينا بيعتقد إن هو ده اللي أكمل شافه لما بص من ورا الشيش، وإن هو شاف أبوه مع خالته، ولما شاف المنظر ده عقله ما قدرش يستوعب الموقف فيتخيل له إن هو فيه كائن غريب خالته بتبصله إن فيه شموع وإن هي بتتكلم بصوت مش مفهوم. لكن جمال ما بيقتنعش بالكلام ده، هو كان مقتنع بينه وبين نفسه إن الأوضة هي اللي خلت رأفت يخون مراته مع أختها. جمال بيتفاجئ إن خالة الولاد شافته وهو بيتجسس عليها، وإن هو زي ما هو شافها هي كمان شافته وهددته إن لو الكلام ده اتعرف لأي حد هتموته. أكمل وهو خارج من باب الأوضة بتاعته بيشوف الكرة الزرقاء، ولما بيحاول يمشي وراها فجأة باب أوضة 207 بيتفتح، فبيدخل أكمل الأوضة اللي اتقفلت وراه ومحناش عارفين ايه اللي حصل له جواها. مشهد بعد كده جمال بيحلم بأبوه لما كان في المستشفى وهو بيسأله انت ليه طول عمرك بتكرهني، لكن الأب بيرد عليه رد غامض بالجملة اللي هنسمعها بتتكرر كتير في المسلسل ده، بأن انت السبب في كل اللي حصل وانت السبب في كل اللي هيحصل.
وفجأة جمال بيصحى من النوم على صوت ماجدة هي بتصرخ لأن ابنها اختفى وخرج من الفندق ومش عارفة هو راح فين. جمال بينه وبين نفسه بيفكر إن هو يطلع أوضة 207 علشان يدور على أكمل فيها. جمال وهو بيدور على أكمل في الأوضة فجأة بيلتفت للصورة، لقى نفس اللي حكاه أكمل موجود في الصورة. لقى خالته مولعة شموع وفي كائن غامض مخيف ومرعب واقف قصادها، وبيقف في البلكونة بيشوف الطفل الصغير اللي ماسك الكرة الزرقاء بيجري على المخزن. ولما دخل المخزن لقى أكمل واقع ميت على الأرض وحد بيضربه على دماغه. لما جمال بيفوق بيلاقي نفسه مربوط، وخالة أكمل واقفة وجنبها رأفت كأنه متسمر في مكانه. ولقى فاطمة خالة الولاد بتتكلم كلام غريب جدا جدا، بتقول الحقيقة لازم قدامها تمن يدفع، واللي بيحصل لك ده يا جمال تمن إنك حكيت اللي حصل في الأوضة. فبيسألها انت اللي قتلتيه؟ فبترد عليه رد غامض وبتقوله أكمل عرف الحقيقة فكان لازم يدفع التمن، وإن اللي قتله أبوه رأفت. جمال بيحاول يستدرك فاطمة في الكلام علشان يعرف منها الحقيقة كاملة، لكن فاطمة حذرته إنه لو عرف الحقيقة لازم هيدفع التمن قصاد الحقيقة اللي عرفها. بدأت تتكلم عن نفسها وإن هي إزاي كانت عايشة في الظل، وأختها الجميلة كانت كل العيون عليها والكل كان عاوز أختها، وإن مفيش أي عريس جالها، كله كان بيجي لأختها الجميلة ومحدش اختارها. أختها بقى ليها بيت وعيلة وراجل بيحبها وأصبحت أم لطفلين، وهي أصبحت عانس بسبب أختها. فالأوضة اديتها الحل، بس كان لازم التمن يدفع. هي كانت عايزة جوز أختها، بس كان لازم يكون في تمن يدفع عشان تاخد اللي هي عايزاه. فاطمة بعد كده حاولت إن هي تحرق جمال وتموته بسبب إن هو عارف الحقيقة دي، لكن الطفل الغامض بيظهر فجأة وبيدي جمال سكينة علشان يفك إيده وينقذ نفسه من الحريقة. بيجري جمال من المخزن وهو مرعوب وبيطلع للفندق، بيلاقي رأفت قاعد منهار، فبيقول لهم رأفت هو اللي قتل ابنه أكمل، لكن مصطفى بيقطعه أكمل أبوه لقاه ورجع بيه. فجمال بيأكد إن اللي رجع ده مش أكمل. مصطفى بيقول له إن ماجدة أم أكمل هي اللي ماتت، لأن هي افتكرت إن ابنها غرق فنزلت في البحر عشان تدور عليه وما قدرش حد ينقذها. جمال كان متأكد إن اللي بره ده مش أكمل، ده حد تاني. الخواجة هدد جمال إذا هو قال الكلام ده هيطرد من الفندق. يضطر جمال إن هو يسكت وما يقولش الحقيقة اللي هو عارفها ومتأكد منها. رأفت وعيلته وهم ماشيين من الفندق اتفاجئ جمال إن أكمل بيقول له نفس الجملة الغامضة: أنت السبب في كل اللي حصل، وأنت السبب في كل اللي هيحصل. يا ترى إيه هي علاقة جمال باللي حصل واللي هيحصل؟ جمال قاعد مع الموظفين بيتكلموا عن الأحداث الغريبة اللي حصلت، وإن الأوضة هي اللي بتختار ضحاياها. واحدة منهم استغربت إن إزاي رأفت موت ابنه ضناه، فبيسرح جمال بخياله لبعيد وبيفتكر كلام أبوه اللي قاله إن أنت أكبر غلطة في حياتي، غلطة حاولت أصلحها، وعشان كده حاول أبو جمال إن هو يموته ويرميه من الشباك، لكن أنت فضلت عايش ما متش، ولحد دلوقتي مش عارف ذنبي إن حاولت ولا إني ما حاولتش تاني. كلام غامض ومش مفهوم. إحنا مش عارفين ليه أبو جمال كان عايز يموته، وليه أبوه كان بيكرهه كل الكره ده. لقطة للخواجة مايكل وهو بيقرأ خبر الحادثة في الجورنال، وبيفتح درج مكتبه بيطلع صورة فيها راجل ومعاه طفلين. لكن لحظة، في واحد في الصورة دي إحنا عارفينه كويس. فاكرين الطفل الغامض اللي كان بيلعب بالكرة الزرقاء؟ كان واحد من اللي ظهروا في الصورة. ده تنتهي أحداث الحلقة الثانية من الغرفة رقم 207. نتقابل إن شاء الله في حلقات تانية.